ليالي شهر الخير. ليالي شهر الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقات من حلقات ليالي شهر الخير. أتدري ماذا يعني بلوغك رمضان؟ أخي الغالي، أما خطر ببالك يوما فضل من أدرك شهر رمضان؟ أما تفكرت يوما في عظم ثواب من قدر الله له إدراك هذا الشهر المبارك؟ ولتكتمل فرحتك إن كنت من المدركين، أتركك مع هذه القصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني من قضاعة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، أي في المنام، فرأيت فيها المؤخر من الرجلين، المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة؟ صلاة السنة غير الفريضة. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. والآن أتدري ماذا يعني بلوغك شهر رمضان؟ يعني بلوغك شهر رمضان أنك ستعيش أياما من عمرك وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، بل ومردة الشياطين مغلة. يعني بلوغك شهر رمضان أنك ستعيش أيام نزول الرحمات والنفحات والعتق من النار. فما أعظم فضل الله عليك، فما أعظم فضل الله عليك، وما أكثر نعمه لديك. فكم من إخوة لنا كانوا معنا في رمضان مضى وهم الآن يتوسدون القبور، نسأل الله لهم الرحمة والغفران. بل كم من إخوة لنا جاءتهم هذه الأيام وهم في شهواتهم غارقون وفي لهوهم مستمرون. منهم من افتتن بالفضائيات والمسلسلات، ومنهم من زاغ عقله هياما بالكرة والمباريات، ودخل عليه الشهر وخرج وما ترقى في الفضائل ولا درج. فيا أيها السعيد بحلول ضيفك، سل نفسك كيف ستستقبله وتكرمه، وبأي شيء ستقضي أيامه ولياليه. أترك لك الإجابة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.